How did I end up on Shark Tank؟ الناس كانوا فاكريني ناشفة قوي. ستارت اب غير ساتل بزنس خالص. التضحية مش من ناحيتي بس. كنت بحس ان ده غرور ان انا اقول انا مبسوطة بنفسي. انا في وقت كده في حياتي ضحكوا عليا الصراحة. I'm not good enough. The fear of I'm not good enough. النهارده we have a very very special guest, the only female shark في مصر. معانا هنا من اوفيس ميتشا. هاي هيلد، ازيك؟ هاي انا ازيك، عاملة ايه؟ all good الحمد لله. نورتونا. انت يعني بجد التيم تحفه ومنورين اوريدي الاوفيس. نورتونا. طيب احنا النهارده الفورمات مختلف، خليني كده احكي لك هنعمل ايه بالظبط. اوكي. عن الابيسودز اللي كانت قبل كده. هيبقى فيه 3 sections، هيبقى فيه past present وfuture، وفي كل بارت هسألك سؤال personal وبزنس وهايبريد. وفي كل سكشن هيكون في كده زي بونس كويستشن، سؤالين هتختاري منهم سؤال. ماشي، حابه نبدا؟ يلا بينا. اوكي، هنرجع بقى لورا شويه وهسألك اول سؤال في الباست. احكي لنا اكتر عن your upbringing. يعني معظم الناس السكسسفل بيكون عندها طريقه تربيه معينه بتشكلهم قدام ان هم يبقوا سكسسفل، فقولي لي انت شايفه الابرينجينج بتاعتك كان شكلها عامل ازاي طفولتك؟ اوكي، انا اصلا من اسكندريه. اتربيت في اسكندريه. الابرينجينج ان انا كنت الاصغر في 4 بنات. اوكي. كان الفرق بيني وبين بابايا ومامتي كبير. وجيت غلطه. وكان نفسي في ولد. ده الابرينجينج. ف من غير ما يقصده طبعا اكيد. كان دايما يقول ايه ده، انا كان نفسي في ولد، ده انا ما كنتش عايزه بنت، ما كنتش عايز بنت تانية. كان نفسي في ولد يبقى يشيل معايا وكده. ف obviously ان القصه دي فضلت في السبكونشس بتاعي، ان هو عايز ولد علشان يشيل معاه، علشان يبقى جامد، عشان يبقى شاطر، كل الكلام ده. ف subconsciously قررت ان انا ابقى هذا الولد. لغايه ما حصل لي البالانس. يعني الاول قررت ابقى الولد، وبعد كده ابتديت I balance myself شويه. فكنت شقيه جدا وشاطره جدا. كان عندي كومبو في المدرسه. كنت مدرسه راهبات، وطبعا الشقاوه ده مش اوبشن اصلا خالص. فانا كنت شقيه بس شاطره، فما كانوش بيعرفوا يمسكوني، يعني مش عارفين يتصرفوا معايا. وبعد كده قررت ان انا اشتغل من وانا اول ما خلصت هاي سكول. قلت لا، انا عايزه اشتغل. I was totally different عن اخواتي في القصه دي، ان انا كان دايما يقولوا هيلدا عناديه، هيلدا مجنونه، هيلدا، يعني تاجد بكلام ان انا كنت معترضه، يعني معترضه على اي حاجه. فقررت ان انا اشتغل. فاقنعت اهلي ان انا الاول ابتدي اشتغل في الصيف ما خلصت مدرسه. واشتغلت، كنت بصور ورق انترن، بصور ورق في شركه اسمها توماس كوك. ده حرفيا بتصوري ورق؟ بصور ورق، شغلتي بس ان انا بروح يقولوا لي روحي صوري الورقه دي، حاضر. روحي صوري الورقه دي، حاضر. دي البدايه. وكانوا مسميني سبونج بوب. في اولا كنت طبعا صغيره جدا، ما كنتش لسه عملت 18 سنه تقريبا. وكانوا مسميني سبونج بوب علشان انا كنت بسمع اي حد بيقولها بمتصها لاقصى درجه. اوكي. يعني اي حد هيقول معلومه في اي حاجه في الشغل، كانوا يعني خلاص هي لازم تتاخد، واقعد افهمها واحاول اعملها، يعني في كده عند مع نفسي. وبس. وبعد كده دخلت الجامعه. قررت ان انا عايزه اكمل شغل مع الجامعه. It was a big challenge مع اهلي ان هم يوافقوا. لا وما ينفعش وليه ومش عارفه ايه. قلت لهم طب نعمل ديل، لو انا سقطت مثلا خلاص يبقى بلاش شغل. ف وافقوا وكملت شغل من اولى جامعه وثانيه جامعه. وكان وقتها كنت بشتغل في شركه سياحه، فكان شركه سياحه فاتحه 7 ايام في الاسبوع. فكنت بشتغل الويكند، يعني بشتغل جمعه وسبت. كنت بشتغل بارت تايم، فبشتغل جمعه وسبت وثلاث، وباقي الايام في الجامعه. فكنت في الجامعه بروح 4 ايام. دايما الجامعه كانت عندنا بتبقى اكشلي 4 ايام، او لو كان 5 ايام I miss
one lecture او ولا حاجه، وبشتغل الويكند و another 2 days في الشغل. اوكي. ف this is how I started. اوكي. ده البدايه يعني، وبقى ابتدينا نكمل يعني. طب فاست فورورد كذا سنه فتحتي ميتشا، قولي لنا يعني كان الايديا جت منين وليه اصلا فتحتيها، واحكي لنا بعد ما فتحتيها بالذات في الاول هل ده اثر على حياتك الشخصيه in any sense؟ اوكي، ده فاست فورورد كتير بقى. جدا. يعني خلينا نقول فاست فورورد 15 years. اوكي. لونج تايم، لان انا كنت طول عمري بشتغل كوربريتس. ما اشتغلت طيران الماني، اشتغلت اهرام المشروبات، وكان دايما من وانا صغيره حاسه في حاجه جوه كده بتتكلم بتقول انا هبقى بزنس اونر، انا هعمل بزنس. كنت بعمل هبلات بقى زي ايه؟ لا 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 لا، انا عملت كل حاجه ممكن تتخيليها. كنت بجيب الاول، اشتغلت شويه مش هبلات يعني، بس قصدي growing up كنت دايما حاجات صغيره بعمل هاسلنج يعني، مش هبلات في المعنى يعني. اشتغلت، رحت اخدت كورسز في لبنان ميك اب، واشتغلت ميك اب ارتست فور وايل. رحت امريكا اخدت كورسز كيك ديكوريشن، واشتغلت بعمل كيكس فور وايل. لسه بقى بتعرفي لسه عندك السكيلز دي؟ عندي السكيلز دي، بس يعني اكيد without practicing خلاص ما بقتش موجوده يعني. ميتشا جات لي انا وقت الثوره. اخدت بالي كده من ترانزيشن في الاتيتيود بتاع المصريين. كان في حاجه ملفته بالنسبه لي جدا، ان في وانا منهم الشخصيه دي، ان كان في وطنيه جامده قوي، حصل وطنيه في الشعب جامده قوي. واخدت بالي ان وانا طول عمري لما كنت بسافر او بروح حته، كان I'm an online shopper بطريقه مرعبه يعني. بشتري اونلاين حاجات كتيره يعني. واي نيفر يعني عمري ما اخدت بالي ان احنا ما عندناش ده يعني، ما كانتش لسه نورت في دماغي يعني. فلما جت الثوره ابتدى يبقى في وطنيه معينه كده في الشعب، انرجي حلوه قوي. وبعد كده ابتدى يطلع على الانستجرام ديزاينرز. وابتدى فكره اللوكل ابتدت وانا شايفاها. اخدت بالي منها بس مش عارفه حجمها. فمره كنت قاعده كده مع صحابي بقى، كنا وقتها هوكت على التلفزيون يعني، بنشوف بقى ايه اللي بيحصل وايه اللي بيولع وايه اللي بيعمل والناس بتعمل ايه. قلت لهم يا جماعه في ترند كده ماشي ان اللوكل هيظهر. وده زاد اكتر احساسي بيه في اول لما خلصنا الثوره، وابتدى لبس السيده مصر الاولى او لبس الناس كتيره قوي يبقى من حاجات مصري ويتقال انها مصري. ف كنت انا وقتها في وقت في حياتي سافرت ورجعت بعديها يعني، بعد لما قررت سافرت ورجعت واستقريت في القاهرة. والفترة القليلة جدا في حياتي اللي أنا لسه ما اشتغلتش يعني، أنا بشتغل طول عمري. فقلت أنا عايزة يبقى عندنا بلاتفورم لكل اللوكال ديزاينرز المصريين. دي البداية وبس. وابتدت ان انا عايزه اجمع كل اللوكال ديزاينرز المصريين. فكره كانت تقريبا 2017. ابتديت احس ان انا عايزه اي اوردر على انستجرام، فابتديت اي اوردر على انستجرام واشوف العيوب. الصوره مش مظبوطه، البرودكت مش زي اللي في الصوره، مفيش كاستمر سيرفيس، لازم ادفع كاش، محدش بيعمل ريفاند. فابتديت كده اخد خيوط، اشوف ايه البرودكت الحلو اللي مش برودكت الحلو، انزل بقى اي ايفنت اشوفه اتفرج عليه. كنت اوبسست بالقصه دي. وقلت ابتديت بقى كمان اشوف ان بعد ما مصر ابتدى فيها يحصل ان الرايز اوف لوكال ديزاينرز، ابتدى زي ريبل افكت كده في العالم العربي. ريبل افكت تك 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 في كلنا. فقلت لا، طيب انا عايزه البلاتفورم دي
يبقى فيها كل اللوكال ديزاينرز بتاعت العالم العربي. انا مش مينا ريجن. ليه احنا حسيت بغيره مرعبه. قلت يعني انا مصريه جدا، يعني سيبك من اسمي ده ليه قصه، بس انا مصريه جدا. فحسيت بغيره ان ليه ما فيش في العالم العربي كله بلاتفورم يعرف العالم ان جنرال على الديزاينرز بتوع العالم العربي. ازاي يعني؟ كابابيلتيز مرعبه فعلا. نعم، كابابيلتيز مرعبه. كابابيلتيز مرعبه وكرافتس مرعبه بتندثر، وورك شوبس رهيبه، وكم بيوتي وكم ديزاينز مرعبه nobody knows about في العالم. فانت بتروحي اوروبا بتفتحي مليون بلاتفورم على ديزاينرز اوروبيين، امريكا نفس الحكايه، الهند بيعملوا حاجات رهيبه مجرد ان هم بيعرفوا يعملوا السيرما والساري. احنا عندنا وود ارت، عندنا جولري ارت، عندنا كم مصانع قطن رهيبه وسو اون سبورت في العالم العربي، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في السعوديه، كلتشر مرعب في الامارات، في لبنان، كل ده. ف this is how Micha started يعني. طب when you started ميتشا، الناس اللي حواليكي بقى كانت ايه الرياكشن بتاعها؟ يعني جوزك، ولادك، اهلك كانوا حاسين go for it ولا لا يعني لا يا هلدا خلينا في احنا في الكوربريت وورلد احسن؟ كانوا ايه؟ انا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه من غير جوزي، لانه شجعني بطريقه رهيبه. انا فاكره ان احنا كنا بنتمشى على البحر وقلت له في اسكندريه؟ كنت في الساحل. اوكي. وقلت له انا نفسي اعمل كذا، انا بحلم اعمل كذا. فقام قال لي طب وايه اللي موقفك؟ فقلت له مش عارفه، حاسه ده جنون. قال لي طب فيها ايه؟ ما تعملي. وولادي رغم ان سؤالك كان هل ده اثر على حياتك الشخصيه بطريقه مرعبه. ازاي بقى؟ لا، كوربريت غير خالص يور اون بزنس، وستارت اب غير ساتلد بزنس خالص. التضحيه مش من ناحيتي بس، التضحيه بتبقى من ناحيه جوزي ومن ناحيه ولادي. كم السبورت اللي لقيته من بناتي حاجه يعني انا ما عرفتش ان انا عملت حاجه صح غير لما هم وروني هم ازاي يعني. فدي حاجه. عندهم قد ايه؟ لا دلوقتي كبار، يعني عندي بنتي الكبيره 24 سنه وبنتي الصغيره 21. اوكي. كبار. ما شاء الله. فحسيت حسيت ان هم على طول سبورت. ماي فاميلي عموما they supported me يعني جدا يعني. باباكي بالذات، يعني باباكي اللي كان عنده very specific mindset towards you، كان ايه رأيه بقى في ميتشا لما بدأ؟ very supportive يعني. مبسوط بيا جدا. بقيت انا في العيله المجنونه السبورت يعني. البالانس بتاع دي رايحه مخها دايما رايح في حاجات غريبه، وفي نفس الوقت البالانس بتاع لا انا يعني في حته كده they're proud of me. فدي حاجه بتديني fulfillment مرعب يعني. حلو قوي. طب هنيجي بقى عند السؤال اللي ليه علاقه اكتر ببزنس. في الاول بالذات يعني في ستارت ابس كتير قوي ممكن تكمل وبعدين تقفل later on. بنقول لازم يكون في فاليديشن. فايه المايلستونز اللي حضرتك حققتيها اللي حسيتي ان الاي دي بتاعت ميتشا فعلا فاليديتد؟ ميتشا احنا وي لونشت، ابتدينا شغل باك اند يعني وشغل من ورا 2018، وابتدت لايف 2019 بدايه 2019. الفاليديشن جه من الرياكشن بتاع الناس، الرياكشن بتاع الميديا، الرياكشن بتاع الناس البيزنس بيبل او اللي كنت بتكلم معاهم. بما اني انا كوربريت، انا ما كنتش افهم يعني ايه اي كوميرس، وما كنتش افهم يعني ايه اونلاين. I had a dream و I have a dream. بس انا كخبرتي في حته تانية خالص. بس الدريم ده من كتر ما انا اوبسست بيه، انا بسال وبروح اتعلم من اي بني ادم عدى على اي كوميرس.
عدى. اسمه سبونج بوب فعلا. سبونج بوب. فانا كنت بروح اسال واشوف راي الناس. ده كان اول فاليديشن. تاني فاليديشن حصل لي بقى من اووردز او من حاجات حصلت لي، فبقيت اقول حتى لو البيزنس موديل لسه ما اتظبطش، بس الابروفل بتاع الناس والابروفل بتاع الناس اللي فاهمه اكيد في حاجه صح، اكيد في حاجه صح. فدايما دي اللي كانت مخلياني اكمل. بصي انا مقتنعه بحاجه، احنا عايشين في السوشيال ميديا بابل that is not true. صح. يعني السوشيال ميديا بتبين البنت دي حلوه قوي، الكابل ده سعيد قوي، البيزنس ده ناجح في ثانيه، هو الراجل النهارده الصحي قرر فكره نجحت. ده كلام مش حقيقي. مفيش بيزنس بينجح الا بتعب. ودايما بقول نيتشه بالنسبه لي كلمه كده دايما اقولها سويت اند بلاد، بالمعنى سويت اند بلاد. وانا متاكده ان كل بيزنس اونر كده، في نسبه 1% حظ، في نسبه 99.9% تحمل، كونسيستنسي، ريزيلينس مرعبه، مرعبه، وكونسيستنسي و بيرزيستنس كده. بس اللي يقول لك دي جت معاه كده والكلام ده كلام عشان ده من هدف البودكاست، ان الناس يعني ممكن تبقى شايفه مثلا بزنس معين على السوشيال ميديا والفاوندر يبقوا حاسين ان هو ده اكيد الحياه ماشيه معاه بيرفكتلي والدنيا لذيذه. لا، بس برضو في كومبرومايزز كل انتربرينور بيجي يعملها. فاحنا يعني بنحاول نشاد لايت بقى على الحته دي. طبعا. هو يعني زي حضرتك بتقولي بالظبط، البيرسون لايف اكيد اتاثرت يعني. انا كنت يعني مش كنت انا بيعدي عليا اوقات بشتغل 16 17 ساعه في اليوم، وبيعدي عليا اوقات كتيره كنت اركب العربيه وانا مروحه، اركن العربيه في رصيف ضلمه واقعد اعيط بالساعه. انا مش عارفه الحق على ايه. فالفيلم اللي هو the success story with no sweat and blood ده مش حقيقي. مش حقيقي بجد. فحلو ان انت يعني amazing ان انت يشاد لايت على كده، عشان الناس اللي بتبتدي ما تفقدش امل بسرعه. صح. it does not exist. صح. يعني it's not fair even ان احنا نقول انها it exists. طيب دلوقتي في الباست كويستشنز في عندنا 2 questions بونس هديهم لحضرتك، واختاري واحده منهم بس تجاوبي عليها. ماشي. اوكي، ممكن تقري الاثنين. دي اول واحده ودي الثاني واحده. ايه ده؟ اسئله في الصميم يعني. الاثنين هيبانوا اون سكرين، يعني الفيورز هيعرفوا جاوبتي على ايه. بجد؟ طيب عايزاني اجاوب على ايه؟ اللي حضرتك حاباه. انا ما عنديش مانع اجاوب على الاثنين، انا صريحه بزياده. احنا حابين نعرف اكتر كده. اوكي، اقول السؤال؟ يا ريت. اوكي. Have you ever thought of closing down Micha, especially in the early days? كان بيجي لي الفكر وكنت بنهار لما بفكر فيه. بس من كم المشاكل كنت بقول لا لا لا، انا طب ينفع امشي واقفل الباب؟ وبعد كده بجد احساس بالظبط انك بتسيبي حد من عيالك بجد. يعني عارفه كاني بقول طيب هي دي بتزن فانا ناويه اسيبها. جالي، بس كان بيجي برعب. طب ايه اللي كان بيخليكي تطلعي بره المرحله دي تقولي لا انا خلاص انا هكمل؟ اللي انا قلت لك عليه persistence وريزيلينس. يعني كله ضرب ولا الشيمه فيه يعني. طيب ماشي ضرب، احنا قاعدين اهو. كان في مثل بيتقال كده مش فاكره مين، I think ان هو دانزل واشنطن. بيقول you stay at the barber's door long enough that you will enter. أكيد يعني إن ممكن تفضلي واقفة في طابور، هتفضلي واقفة، ممكن تفضلي واقفة كتير قوي، بس هيجي يوم وهتدخلي. فأنا كنت مستنية بس كده. What is a fear that you were able to overcome؟ الصراحة
I'm not good enough. The fear of I'm not good enough. When did you overcome الفير ده؟ Every day. I can يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص بقيت تمام. بس every day بيجي لي ساعات. الاول كان يجي لي كتير قوي. دلوقتي بحاجات كتيره قوي كنت اشتغلت فيها على نفسي، من meditation، من بسمع حاجات، يعني بسمع affirmations، بسمع كده. فلما بتجيلي دي بقول لها ابعدي بقى على جنب شويه، خليكي كده قاعده على جنب، ما تطلعليش كل شويه. بقيت اتعامل مع الشخص اللي جوه ده هو جوه، فيعني ايه نهدى شويه بقى عشان لا انا هكمل. فجود اناف بقى مش جود اناف دي رايك انت ومش هسمعه. هو النيجاتيف سيلف توك من اكتر الحاجات اللي بتبرينج البني ادم تحت. يعني بيبقى الناس شايفه ان هو he's doing amazing ومن جواه بيبقى حاسس ان هو لا انا مش شايف ده. وشفت ده مع ناس سكسسفل بشكل مرعب، اللي هو يعني كان حد برضو عندي في البودكاست اللي هو اكزت هنا ومش عارفه ايه، يعني سكسسز مرعبه اللي هو الناس كلها بص على ده اللي احنا حابين نعمله. سالته نفس السؤال فكان بيقول لي نفس الاجابه، فاتخضيت حسيت ان هو ايه ده مش انا بس. لا ده واضح على فكره it's on all levels. هي كل اكتر حاجه بتتعب البني ادم مخه. صح بجد مش هزار يعني. وانا اصلا طبيعتي انا عندي OCD شويه وبرفكشنست قوي. قعدت مده لغايه ما اقتنع. واكشلي الGM بتاع ميتشا هو اللي علمني دي، عمر، ان you cannot seek perfection. مفيش حاجه perfect كده ساعات. يعني better to move on with a little imperfection than stay and try to perfect. علشان مهما عملتي صح there's always be حاجة مش 100% perfect زي ما انت عايزاه. ف a lot of fears يعني. thank you. دلوقتي هندخل بقى عن البريزنت الحاضر. اوكي اسالك بقى اول سؤال بيرسونال. عارفه بيكون في زي ليتل وينز كده اللي هو ايه، سكسسز صغيره ممكن يعني الواحد مع نفسه. يعني ممكن مثلا فور اكزامبل لو لحقتي تقعدي مثلا مع نفسك 10 دقايق كده الصبح، بالنسبه لك ده تبداي اليوم اللي هو انا النهارده عملت حاجه مش شرط الناس كلها تبقى عارفاها، بس انت تبقي عارفه ان هي اتس ليتل وين في يومي وتبقي مبسوطه بيها قوي. فايه الليتل وينز اللي في حياتك دلوقتي، الحاجات اللي انت بتحاولي تعمليها حتى لو صغيره جدا جدا وهي بتفرق جدا في الاوفر اول يعني هابينس بتاعك؟ بحاول I journal. فلما بجورنال بحس ان انا انجزت يعني little win. بحاول بحس ان انا الايام دي اتعلمت اسمع اكتر. فساعات من كتر ما بيبقى عندي مخي كلام وافكار ما بعرفش اسمع. فابتديت اسمع اكتر للي برايا واسمع اكتر، ودي ليتل وين بقول يا رب تكمل ان شاء الله للي جوه. ودي كانت بقى متلخبطه خالص، اللي هو الجوت فيلينج قصدك. انا دي كانت رايحه يعني ما كنتش بعرف اجيبها اصلا. فبحاول بقى اسكتوا بقى شويه كده عشان خلوني اسمع، والناس تقعد تضحك كده، بس بحاول اتعلم. يعني حاسه ان انا احسن شويه من الاول. طب والجورنالينج دي حاجه بداتيها من قريب ولا دي حاجه مثلا كنت بتعمليها زمان وقفتيها رجعتي؟ انا بقالي تقريبا اكشلي ميتشا علمتني حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني غيرتني قوي. بقالي مثلا بتاع 3-4 سنين I'm in the process of meditation والjournaling والaffirmations والكلام ده. دخلت في القصة دي وحسيت ان انا لا هي فارقة قوي. هي فارقة بجد، هي بتفرق. little win ان انا اروح ثيرابي واتكلم وافهم واظبط دماغي واحس ان دي حاجة عادي. ان دي بالعكس دي حاجة I'm proud ان انا I stepped up وبقيت اعرف فين عيوبي
يعني بقت يعني لما بنقعد نتكلم انا وهي بتعرفي انت نقط ضعفك فين، انت التشالنجز بتاعتك فين، انت الويكنسز بتاعتك فين. صح، هي جيرني صعبه لان بتروحي بتدلقي كل حاجه، في حاجات اوريدي الواحد مش بيبقى عايز يعني يقولها قدام نفسه، حقيقي. فان يبقى حد عنده شجاعه انف مش بس عشان الثيرابيست، لا قدام نفسه ان انا صح ما هي اكتر قدام نفسك. الحاجات دي مضايقاني وانا هقولها بصوت عالي قدام نفسي، دي يعني لا بريفري طبعا في حته تانية. دي بالنسبه لي اكتر ليتل وين في حياتي الشخصيه. ليتل وين مع ولادي كمان. ازاي؟ ان هم لما يقولوا لي كومنت عليا اتغير، اعتذر واتغير. ودي حاجه ما كنتش عارفه ان انا بعملها لغايه ما هم حيوني عليها، فاتبسطت. فحسيت ايه ده، انا براود. طيب لا مش كل الاهالي فعلا يعني بالذات في السن الكبير، يعني اوريدي هم خلاص 21 و24 فبدا يبقى فيه حوار مختلف تماما. احنا طلعنا بره بالظبط الحته بتاعت يعني التربيه، ودلوقتي خلاص احنا كبار بقى مع بعض بنتفاهم. فمش كل البيرنتس بتقبل ان يبقى في تو واي كونفرسيشن، ان احنا في الاخر هي علاقه تو واي برضه. بالظبط يعني 100%. هي مش وان واي وعمرها ما هتبقى. لا حقيقي جدا على ثانك يو. طيب السؤال بقى اللي بعده، احكي لنا how did you end up on Shark Tank؟ How did I end up on Shark Tank؟ حاجة مضحكة جدا. ازاي؟ أول ما فتحت ميتشا اتعرفت على راجل جميل جدا 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 اسمه فؤاد الأقصر. فؤاد الأقصر كان الكونسلتنت بتاعي في ميتشا أول لما ابتديت ميتشا. وكان كونسلتنت للبزنس، يعني بزنس كونسلتنت. فكان بيشتغل معانا في ميتشا وبيساعدني في حاجات كتيرة في البيزنس موديل، في كل البدايات. وهو راجل جميل يعني. فقعدنا مع بعض، فضل الكونسلتنت بتاعي لمدة سنة. وبعد كده we always يعني أنا دايما بحب whether consultants أو whether ناس في التيم أو whether أي حاجة، دايما I like in good relation يعني دايما يبقى لازم يبقى في حاجه حلوه whether بقى الشخصيه دي موجوده معايا ومكمله او مشيت، لازم تفضل حاجه حلوه. فما بقيتش احس ان الدنيا مستاهله حاجه وحشه. فبس فهو لقيته بيكلمني من قبل شارك تانك كده بكام شهر. هاي هيلدا، ازيك، عامله ايه؟ هاي يا فؤاد، وحشتني، ايه الاخبار؟ هيلدا بقول لك ايه، انا اخويا بيعمل شارك تانك، احمد الاقصر وهو وعمرو منسي، واحنا عايزينك معانا. فقلت له بس انا يعني هبيتش لمين؟ ليه؟ لا بالظبط كده. قال لي لا هيلدا ركزي كده، انا مش عايزك تبيتش، انا عايزك تبقي شارك. قلت له انت بتهزر ولا ايه يا فؤاد؟ قال لي لا انا بكلمك بجد، انت you are the only احنا الابليكانتس اللي بيقدموا في الجوبز سوري تو بيتش يعني a lot of e-commerce، واحنا we found you as a very good candidate for e-commerce a woman. we want you with us as a shark. One of my pride moments. one of my يعني أنا فخورة، أنا مبسوطة. يعني كنت الأول عندي حاجة صعبة إن أنا أقول كنت بحس إن ده غرور إن أنا أقول أنا مبسوطة بنفسي، أو إن مش مفروض إن إحنا نقول إحنا عملنا الحاجة دي صح. اتعلمنا في المجتمع ده إن ده يبقى تنطيط أو غرور أو كده. لغاية ما انتي بتتوصلي لحتة انتي جواكي الانر تشايلد بتاعك لازم تحييه زي ما بتحيي صاحبتك اللي عملت حاجة مهمة، او بنتك او بارتنر او اي حاجة، تحييه برافو انا فخورة بيك. فانا فخورة بيا في الحتة دي. انا فخورة ان انا
I was chosen and nominated يعني هي اللي جات لي. فانا دي حاجه انا بقول يبقى انا بعمل حاجه صح، انا فخور. ما ترددتيش خالص؟ ما خفتيش من الكاميرا، من السبوت لايت؟ انا اصلا مش شخصيه كاميرا خالص، انا شخصيه مش كده، انا شخصيه مش اضواء، انا شخصيه جينز وسنيكرز ورياضه، ومش الشخصيه دي. ف قد ما كنت مرعوبه قد ما هي كانت سموث، قد ما كنت مرعوبه بجد it was smooth it was easy. طبعا يعني كان فيها حاجات مكعبله شويه، اللي هو بقى تلبسي ايه والميك اب والكلام اللي انا ماليش فيه خالص ده. فبس وعرفت قد ايه الناس اللي هي قدام الكاميرا دي بيتعذبوا بجد. ايه ده يا نهار اسود ان انا لازم اعمل شعري كل يوم واحط ميك اب والشعره دي تيجي والصوت لا 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 يا جماعه، دي شغلانه صعبه، شغلانه صعبه بجد. بس اكسبيرينس حلوه قوي 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 بجد. هتيجي على شارك تانك السنه دي؟ مع الاسف لا، بسبب ظروف شغلي وبسبب ظروف شخصيه. بس انا متاكده ان بارت 2 اولا التيم بتاع شارك تانك جاحد كلهم. اولا شاطرين موت، باشنت موت، جدعان موت. فانا متاكده ان سيزون 2 هيكسر الدنيا اكتر من سيزون 1 بكتير ان شاء الله. طيب سؤال بقى ليه علاقه اكتر بالبزنس. شايفه انت از ا بزنس وومن ايه اكبر ميجر سترينثس عندك، وبالذات في الناس اللي انت ممكن تبقي بتمنتور ذم او كده، شايفه ايه اكتر حاجه بجد بتعرفي تديها لهم؟ اكبر بتتكلمي اكبر سترينث عندي كهيلدا صح؟ از ا بزنس وومن. از ا بزنس وومن اكبر سترينث عندي كبزنس وومن ان انا في ظهر الناس بتوعي بيج تايم، يعني بيج تايم سبورت نو ماتر وات. بصي يعني دول بالنسبه لي عيلتي، فهو ما حدش ينفع يجي ارض من الاخر يعني. كمان من ناحيه البيزنس اكتر حاجه اديتها لهم كبزنس لسن يتعلموه. اولا انك بعد ما بتعملي اي حاجه لازم تقعدي، اي كامبين، اي بزنس ديسيجن، اي حاجه لازم تقعدي وتفكري www. ايه www ده؟ what went well and what went wrong بعد اي حاجه. ويبقى عندك الجراءه انك تعرفي وتقولي انا this is what went well بس this is what went wrong. احنا كنا بنعمل ميتينجز بعد اي حاجه وكنا ناخد قرارات واقعدهم كلهم اقول لهم هيلدا قعدت مع نفسها www انا عملت كده غلط في دي ودي ودي ودي، وعملت كده صح في دي ودي ودي ودي. لو البني ادم ما عندوش الحته دي في اي بزنس، انت ما عندكيش، مش هتعرفي انت عامله صح ولا غلط، فانت ماشيه. فمن غير ما يكون عندك زي بوصله او عارفه انت ماشيه فين، وفعلا you sit with yourself and see، انت مش هينفع. ويكون عندك الجراءه انك تعملي كده، ويبقى عندك السيف سبيس انك تقولي ده. I think ان انا اكتر حاجه اديتها لهم the safe space. ماشي، ندخل بقى على التو بونus كويستشنز. يلا بينا. يلا. ايوه دول بيبقوا صعبين دول يا ندى وبيرسونال. هنشوف. دي اول واحده ودي تاني واحده. اوكي هقول what is the one misconception people heard about you on Shark Tank that you'd like to address. الناس كانوا فاكريني ناشفه قوي. المسكونسبشن ان الناس فاكرين
ان يعني هيلدا بدله. ده كان مسكونسبشن مرعب. فلا يا جماعه، هي هيلدا مش بدله بس. I believe in any successful person has to wear a lot of hats. ففي هات بتبقى ظريفه ولذيذه، وفي هات بتبقى very formal او professional. professional not in the attitude. professional in the structure. يعني I don't need to be professional with you ان انا لازم تقولي لي مسز هيلدا وحضرتك لا سيبك خالص. هي بتحاول تقولي لا الصبح ما اقولش حضرتك يعني. لا حاسه اللي هي ان احنا بنتكلم بيزنس. let's talk numbers, let's talk مش هتفرق معايا. وده برضو اللي انا بعمله مع التيم. هقول لك لا ده غلط، ده غلط ومش هجملها ومش هصلحها مش هحط الهات اللذيذه. اوكي. فده مسكونسبشن كده. لا انا اتفق الصراحه يعني. لا يعني ايوه بس فاكره كده. بصراحه يعني لا حسيت اللي هو ندى طب حابين ان انت تلبسي حاجه من ميتشا، ايه ده اتاخرتي ليه؟ طب هخلي الدرايفر يساعدك تيجي. فحسيت ايه ده، لا يا جماعه هي مش يعني هي ابعد من سويت بشويه حلوين بس. لا بصي انا يمكن حياتي اتعلمت فيها في حاجات كتيره، في تشالنجز كتيره في الحياه الشخصيه بالذات وفي الحياه العمليه طبعا مع ميتشا. ان دايما اقول لهم حاجتين: هي الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله كعبله. يعني يا جماعه كلنا كده، هي مش مستاهله. يعني لو حد فيكم شايفها مستاهله، انا كهيلدا مش شايفاها مستاهله، لان هي في الاخر. تاني حاجه ان مفيش وقت. يعني ايه مفيش وقت؟ مفيش وقت ابقى غلسه، ومفيش وقت اضايق حد، ومفيش وقت. هو انا ليه يعني ليه؟ if you have a good thing to say لحد say it. صح. يعني خلي اللي قدامك ده يفتكرك ويبتسم. صح. دي انا بالنسبه لي مهم. طيب دلوقتي ندخل بقى على المستقبل، نتكلم شويه عن المستقبل. طيب اول سؤال عايزه اساله لك، طبعا ميتشا اخذت او يعني اوريدي واخده جزء كبير جدا جدا من حياتك، فاكيد ده خلاكي مثلا تبعدي شويه عن الناس. فحابه تقربي من مين بقى الفتره الجايه؟ يعني لو حاطه كده اللي هو مثلا ولادي، جوزي، نفسي، يعني حابه تقربي من مين in the near future؟ حابه اقرب من ولادي اكتر. في وقت يعني بصراحه جيت عليهم يعني. وحابه اقرب من جوزي اكتر، وحابه اقرب من صحابي. يعني مقصره معاهم، مقصره بجد. وببقى متضايقه قوي وزعلانه قوي من نفسي، بس ساعات ما بيبقاش عندي وقت. حد فيهم برضو انتربرينور فمتفهم السيتويشن؟ لا لا لا. فبحبهم قوي وساعات ما بيبقاش عندي وقت. حابه اقرب من ابويا وامي اكتر، اعرف ازورهم اكتر. هم في اسكندريه. ف لا ببقى في حاجات كده. ايه ده؟ حابه. لا عندي حاجات كتير قوي ندى. حابه يعني نفسي قوي. بقالي مثلا بتاع 3 سنين نفسي اطلع ريتريت. يعني عارفه معاهم ولا لوحدك؟ لا لهيلدا بقى. أوكي. نفسي اطلع ريتريت. نفسي حاجات غريبه. بقالي مثلا بناتي هيضحكوا على القصه دي عشان هم بيقولوا ان انا فاشله. بقالي مثلا بتاع 8 سنين نفسي اتعلم ساكسفون. اوكي. هم بيقولوا بلاش، بس كل شويه اجيب مدرب واخد 2 كلاسز وبعد كده ملحقش. فعندي حاجات كتيره هو ريتريت بقى للساكسفون ده يبقى انسب؟ لا ده ريتريت عشان اظبط الدماغ واعمل مديتيشن وابقى في هدير الميه ونعمل وحاجات كده. عارفه انا عايزه اعمل الام دي. لا يعني عايزه اقرب من الحياه. من الحياه. الحاجات اللي ليها معنى. ميتشا ليها معنى، خلي بالك طبعا. والبيزنس عموما بالذات البيزنس لما بيبقى بتاعك بيبقى ميكس اوف بيزنس وميكس اوف. دايما بقول لهم انا بحس في نار جوايا بتكلمني اعملي. يعني
في حته مش بس بيزنس، في باشن، في حته. صح. فدي برضو لو انت موتيها انت جزء منك هيموت. صح. بس هي يمكن كبرت شويه، محتاجه بس يبقى ايه في شويه بالانس يعني. صح. بس ابتدى يبقى في البالانس ده احسن من الاول، حلو قوي. فالحمد لله. السؤال اللي بعده، شايفه هيلدا عامله ازاي كمان 3 سنين في كل حاجه؟ as a business woman, as a mother, as a wife, as a boss، كل حاجه. as a business woman شايفه هيلدا in the Middle East. شايفه هيلدا ابتدت خطوات ميتشا في المينا ريجن، مش في مصر. وشايفاها قوي. هيلدا بتمضي في السعوديه، هيلدا بتمضي في المغرب، هيلدا بتمضي في العالم العربي. شايفه ده. as a wife شايفه هيلدا hopefully better, hopefully more supportive, hopefully عندها وقت اكتر balanced. مش متخيلاني ابدا، معرفش يعني هبقى شخصيه مش ظريفه لو بقيت بس as a mother and as a wife and as a friend and as a daughter. هيبقى في حته جوايا ما شبعتش، فاضيه. اوكي. فبس عايزه ان انا ابقى موجوده اكتر، better wife. طب هيلدا هقطعك ثانيه واحده، شايفه لو فيكي كاركترستيك واحده فيكي دلوقتي as a wife حلوه قوي او مميزه جدا جدا فيكي، ايه هي؟ as a wife لما بغلط بعتذر جدا قوي يعني. لما بغلط بعتذر بجد يعني. my husband is truly my priority يعني دايما هو في البرايورتي بتاع حياتي. بحب قوي احط فلاش لايت على الحاجات الحلوه اللي فيه. بحب قوي اوضحها، وبحب قوي مثلا لو هو مثلا عمل لي حاجه ان شاء الله من 10 سنين او جاب لي هديه من كده، ان بجد لما بلبسها وبفتكر قد ايه انا بحبها، بقوم حتى لو عدى عليها 10 سنين بروح اقول له على فكره ثانك يو قوي على دي، انا اتبسطت بيها قوي. طبعا في عيوب بس يعني دول الحاجات اللي على ما اظن كويسه فيها. طب نرجع بقى تاني للسؤال، شايفه نفسك كأم كمان 3 سنين؟ شايفه نفسي كأم افيلبل اكتر، مجنونه اكتر، لان انا اصلا ام مجنونه. طب ولادك طالعين زيك؟ building memories, happy memories اكتر، crazy memories اكتر، dancing اكتر، going stupid اكتر، laughing اكتر. فمش عايزه اكتر من كده. طيب اخر بقى سؤال في الفيوتشر في حته البيزنس. طبعا في كميه تكنولوجيكال ترندز خطيره، والاي كوميرس يعني سفير بالذات كومبتيتيف جدا جدا. صح. فانتوا كميتشا بتعملوا ايه عشان يعني تطلعوا بره الكومبيتيشن دي، يبقى عندكم ادفانتج قويه؟ بصي يا ستي، دايما بحس ميتشا الكومبتيتيف ادج بتاعها حاجات كتير قوي. طبعا التكنولوجي يعني سرعه مرعبه. احنا عشان نواكب ده it needs a lot of investment and it needs a lot of technology، ان احنا نادابت تكنولوجي كتيره قوي. دايما بنحاول نبقى on top of it، بس we are still we have a lot to do, a lot to learn. نفسي ان احنا نبقى عندنا احنا نعمل تايلر للتكنولوجي اكتر، يبقى فيها AI اكتر، يبقى فيها more of data, deep data analysis للكاستمر behavior اكتر، لان انت كل ما بتعرفي الكونسيومر بتاعك كل ما بتعرفي تديله اكتر. يبقى في community building اكتر، لان هو ده يعني من كتر المعروض بقى الناس بتجد اتراكتد للريل. ازاي توصلي للناس الريل دي
دي حتى عشان من كتر ما في تكنولوجي الناس بقت in a way عايزه حاجه حقيقيه، انك توصلي through technology real life and حاجه الكاستمر to relate to، وانك توصلي للكاستمر هدف يتجمع عليه، هدف وحاجه يرتبط بيها emotionally، ده اللي هيخليك تنجحي. يعني انا نفسي ابقى قويه قوي ان انا الكاستمر ده يبقى شايل فلاج اللوكال ديزاينرز معايا، يعني هو شايله معايا لان هو مقتنع بالقضيه دي، مقتنع ان احنا لو احنا المصريين ما عملناش كده مين اللي هيعمل؟ لو احنا ما شغلناش المصانع المصريه هتقفل، لو احنا ما شغلناش الورش اللي كان فيها الراجل الكبير ومعاه البليه، لو البليه ده زمانه كبر دلوقتي واحنا ما ساعدناهوش ان احنا نشغل الورك شوبس بتاعته هيقفلوا. فالقضيه دي كلها ده تشالنج اكتر من التكنولوجي. ازاي بقى انا اشغل ده واخلي الناس عندهم الفاير بتاعت ان انا عايزه اعمل كده مع being on top of the technology؟ ده اللي انا نفسي اعمله في الفيوتشر. الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، لان انا مقتنعه بحاجه 100. العالم كله بيحاول يخلي البني ادم روبوت. البني ادم مش روبوت وعمره ما بيبقى روبوت، وحطوا له بقى تشيب، جابوا له افاتار يبقى شكله whatever they try to do to control البني ادم feeling. unless you trigger this feeling, unless you talk للفيلينج ده، هو ده اللي بينجح، لان البني ادم بني ادم. صح. فدي التكنولوجي بتاعتي. طب بونس كويستشنز، يلا بينا. بقلق منهم شويه بس. If you relive any part of your life, which year or stage would it be؟ أنا في وقت كده في حياتي ضحكوا عليا، يعني اتاخد، يعني كان ظروفي الشخصية كانت فيها a lot of challenges. فالثلاثينات ساعات يعني ما اعرفهاش. لا بجد، يعني انا ما اعرفهاش، يعني كنت بشوفها في صحابي بس انا ما عشتهاش خالص. حاسه ما عشتهاش؟ كنت يعني داخله جدا في الشغل او لا، كانت عندي ظروف شخصيه قاسيه شويه. فبجد ما عشتهاش. ما عشتهاش ولا كهيلدا ولا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفش ايه الست في الثلاثينات. نو كلو. فدي يمكن الحاجه اللي انا لو في تايم ماشين وهرجع لها هرجع للوقت ده. هتقولي لها ايه طيب دلوقتي؟ هقول لها عايشاها دلوقتي تمام يعني، ولا يهمك. صح. هقول لها what didn't break you made you stronger. صح. وهقول لها ما تزعليش. طب. بس هقول لها ما تزعليش عشان هي زعلانه، فيها حته منها زعلانه انها ضيعتها يعني. فهقول لها لا ما تزعليش. طيب احنا هنا في بارت 2 بنحاول نكستمايز بيست على كل جاست، فخليني بقى هتكلم مع حضرتك اكتر من وجهه نظر شارك، يعني عايزه يعني from a business perspective بقى دلوقتي. اوكي. فاول سؤال هو امتى الواحد يقول لا خلاص هي الشركه دي مش نافعه انا هطلع؟ لان ده قرار صعب جدا، يعني في طبعا perseverance مهم جدا جدا وان الواحد يفضل مكمل وكل حاجه، بس ساعات بيبقى فعلا الشركه يعني ما لهاش مستقبل. ممكن تبقى المشكله في الفكره، ممكن تبقى المشكله في الماركت، ممكن تبقى مشاكل كتيره قوي. فامتى الانتربرينور يقول يعني يواجه نفسه كده يقول لا خلاص مش هو ده الصح، انا جربت يعني دايركشنز كتيره قوي وما نجحوش، انا محتاجه اقفل الشركه دي؟ لما يكون الكاش بيرن، لما يكون هو بيحرق كاش اكتر من كل اللي داخل. يعني انت في الاول بتحرقي كاش، اكيد بيبقى فيه كاش بيتحرق كتير وبيبقى فيه ماركتنج كوست كتير، بس هي ليها حسبه معينه ان انت بيبقى في الاخر بقول انا لو زودت الانكم ده وده فضل كده انا هعرف ازود. بس لو انا البالانس ده مش موجود ولا دلوقتي ولا في الكالكوليشنز بتاعتي ككوست اوف جود سولد، كماركتنج برسنتج اوف ذا هول اكسبنسز، كاكسبنسز اوف ذا تيم اند ذا سالاريز،
ككل الكوست بتاعك ده النت فاليو اللي بيدخل لك، لو البالانس ده مش مظبوط قدامك حلين. لو هو ده البيزنس موديل ومش هيتغير وهو ستاجننت كده مش هيتغير، ما ينفعش. يا تزودي حاجه تدخلك كاش بطريقه معينه تظبط لك البالانس شيت بتاعتك. بس فكره الناس اللي بتدخل مع انفستمنت، اخذت انفستمنت وات ايفر الانفستمنت نمبر از من $100,000 لمليون دولار لاعلى، وقعد يحرق 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 يحرق، البابل دي البابل دي ما بتنفعش. ما بقى خلاص، ما بقتش موجوده دلوقتي يعني مور خلاص. الناس بتبص على البوتوم لاين، الناس بقت فاهمه ان مش كله حرق. فده لازم يكون ساعات وانا كنت بخاف قوي من دي. ساعات الانتربرينور او البيزنس اونر علشان هو بيبقى ايموشنال شويه بيغمض عينه. فانا كنت ببقى خايفه قوي من كده، فكنت اروح لبيج كونسلتنتس في الاي كوميرس واقول لهم قافل، انتوا شايفينها مش هتنفع، انا عايزاكم تقولوها لي في وشي. اوكي. فكنت بجد بروح بالارقام بكل حاجه، قولوا لي لو انتوا مش شايفين، انا شايفه ان لا، بس يعني انا شايفه ان انا لا هعرف اعمل كذا، لو انتوا مش شايفين I need you to look at me in the eyes and tell me هل ده مش هينفع. فلازم يكون الحته دي واضحه قوي. هل في تايم لاين معين؟ يعني مثلا نقول بعد 4 سنين مثلا لو ده ما حصلش تقفل؟ حاطه تايم لاين ولا مش شرط؟ بصي، هو مفروض ان الاي كوميرس ما بين 3 ل 5 سنين. اوكي. ان انت عشان تبتدي تشوفي سم لايت. اوكي، والثلاثه دي مش واقعيه، ماشي، بس في بيبقى ساينز، في ساينز للبيزنس موديل بتاعك. انت البيزنس موديل بتاعك ده able to grow ولا لا، ولا هو واقف هنا. لازم دايما لما في اي كوميرس او اي بزنس عموما، السبلاي والديماند، يعني هل طب دايما بيبقى في مشكله في الحته دي، يا عندك ديماند كتير قوي بس انت اصلا شركتك ما تقدرش تعمل السبلاي ده، او ما فيش السبلاي ده في السوق عموما، فاعرفي ان في مشكله. فدي لازم تتصلح. يا تدوري على سبلاي، وساعات بيبقى انت عندك سبلاي كتير قوي بس هو البني ادم ده مش عايز، الناس دي مش عايزه، فقدامك فالديماند ممكن يبقى حاجتين انت اصلا مقرراهم. الديماند ده، هل انت الديماند ده هو فعلا الكونسيومر مش عايز، ولا انت ما عرفتيش توصلي انت بتبيعي ايه؟ اوكي. ما عرفتيش تتريجر الفيلينج اللي انا قلت لك عليه، ما عرفتيش تقولي له what's your unique value proposition ايه. فانت اصلا did you teach الكونسيومر بتاعك؟ ما you need to teach consumer. فهي بتاخد وقت ان انت تعرفي ده. اوكي. I can say 5 سنين. 5 سنين. اوكي. طيب تاني سؤال، دلوقتي بقى في دايركشن ان كل الستارت ابس كده رايحه للانفسترز، وفي ناس مش عايزه تبدا غير لما تبقى حاسه اللي هو انا ضامن ان في انفستر داخل معايا او انتيتي كذا هبقى اروح لها اند سو اون. يعني مش شرط ان كل الناس تبقى محتاجه انفستمنت، يعني خلاص هي اتس نوت اللي هو 1 + 1 = 2 ان هو شرط. امتى ستارت اب تحتاج انفستمنت وامتى ممكن يبقى في يعني بوت سترابينج لحد الاخر خالص؟ بصي، انا اي بليف 100% ان انت يو نيد تو بوت ستراب حتى لو انت معاكي انفستمنت. يعني انا ما بفهمش ازاي انا اروح اخد انفستمنت من انفستور he gave me the responsibility of his money، وانا اروح ما اعملش بوت سترابينج، يعني it doesn't work. والا انا I'm not a good startup. الستارت اب فكرتها كلها في بوت سترابينج and this is where you learn, this is where you grow and this is where you harden. في طبعا في نوعين من الستارت ابس انا بشوفهم. في نوع ودي انا بشوفها في الستارت ابس الشباب اللي I really advise ان هم يحاولوا يغيروها، ان بيعملوا فالويشن لشركاتهم بحاجه مش واقعيه، صح، مش صحيحه
و استهانه بعقل البيزنس مان او البيزنس وومن اللي قدامك. انا ما ينفعش اجي مثلا اقول انا بعمل الماجز دي، انا حاليا بعمل سيلز 10000 جنيه، بس انا في خلال ال5 سنين الجايين هعمل سيلز ب10 مليون، which الجاب مرعبه، فانا عايزه انفستمنت 3 مليون ل 10% من الشركه. يا جماعه انتوا كده بتهزروا. ده شفناه على شارك تانك كتير. ده البيزنس مان او البيزنس وومن او الشارك اللي قدامك فاهم قوي ارقام، فاهم بيزنس، فاهم البيزنس ده 1 + 1 = 2. هو هيحط كانه بيحط في البنك، كانه بيحط في شركه، فليه انترست. طب انا هاخد الفلوس بتاعتي بعد قد ايه بمكسبها؟ فانت ما ينفعش تقولي لي ان انا ببيع ب10000 وبعد 5 سنين انا هتبقي ب100 مليون. ازاي؟ او ب10 مليون. ازاي؟ ما كان كلنا بقينا تمام، يلا ايه هاتي لي البيزنس ده وانا معاكي. this is not right. ده دايما انا لما كنت بتحط في الموقف ده بقفل الصفحه، خلصت. اللي بيعمل فالويشن مش صادق للبيزنس بتاعه، اعرفي ان هو مش كل الارقام مش مظبوطه. فالفالويشن مهم قوي ان هو يبقى يبقى مش لازم يبقى على الحالي، ما اكيد في فوركاست واكيد في ان هو هيعلى، بس يكون بنمبرز، بماركت سايز، يكون في يعني الشباب دلوقتي بيدخلوا بيزنس هم مش دارسين الماركت، هو مش عارف الماركت ديماند بتاعه ايه، هو مش عارف مين الكونسيومر، البيرسونا اللي بيبيع لها ايه، الماركت سايز اللي هو بيبيع له الحاجه بتاعته دي ايه، كام، قد ايه. المعلومات دي مهمه جدا جدا. حلو قوي. طيب ثالث سؤال، حضرتك كنت جايه من كوربريت باك جراوند، فيعتبر اول ريل بزنس كان في ميتشا. يس. فلو حد ممكن يبقاش لسه عنده ليدرشيب اكسبيرينس، اوكي، وهيبقى بيعين بقى تيم كبير تحته او حتى لو تيم صغير، ف واتس يور ادفايس لحد ما عندوش اي ليدرشيب اكسبيرينس وخلاص قرر ان هو يقود تجربه الانتربرينور شيب او ان هو يفتح شركه بتاعته وبيبداها لاول مره؟ reading books self learning. لو انت ما عندكش ان انت هتروح تتعلم how to be a leader, leadership is not embedded. لان انت بتتحطي في مواقف كتيره الهيومانيتي بتاعتك والخوف والوري والانكزايتي بيطلع ولو انت طلعتيه للتيم انت نقلتي حاجه غلط. انت ولو ما عرفتيش توصلي للتيم بتاعك ده الباشن وحسستيهم انا في ظهركم وحسستيهم بالباشن بتاعك ان هم كمان هم قبل القصر، هم لازم they believe in your dream, they see it. يعني انا كتير قوي اقعد اقول لهم my dream مش عشان انا عايزه اقعد اتكلم على الفاضي والمليان، انا عايزاهم يبقوا هم حاسين بيه، يبقوا هم اتخلق عندهم نفس الدريم، اتخلق عندهم الدريم بتاعي. فكل ده سيلف بروجرس، كل ده ان انا لازم اقتنع ان انا طول عمري كوربريت انا بيتقال لي اعملي دي واعملي دي، بس بروح اطفي تليفوني وانام. البيزنس اونر او الانتربرينور فيلم تاني خالص، بيروح بالمشكله البيت. هو 24 ساعه بلاجد ان 24 ساعه. فان انا اعرف اعلم نفسي هاو تو بي ليدر، مش مانجر، ما انا في الكوربريت كنت مانجر، بس هاو تو بي ليدر، ازاي انا اشجع اللي قدامي، وازاي رغم ان هو غلط وخسرني فلوس وخسرني وقت اقول له it's okay, we can as long as we know how to move on it's okay. ازاي ان انا اديله flexibility of mistakes. كل ده لازم عشان انا ابتدي شركه لازم اتعلمه، وما بتتعلميهوش من نفسك انت، مش هو يعني انا على فكره يعني يبقى غلط البني ادم اللي فاكر he has it all. Nobody has it all. We acquire things, we learn. لو انا وصلت لمرحله ان انا اروح لحد ليدر واقول له طب انت بتعملها ازاي،
لازم يبقى عندي دي. انا مش بعرف ابقى ليدر كده، انا بعملها ازاي؟ يعني انا اتعلمت حاجات كتيره قوي من التيم بتاعي، هم اللي علموهاني، هم اللي علموهاني. اتعلمت من الرياكشنز بتاعتي، من الكومنتس بتاعتهم. فلازم يبقى دايما انت حاطه نفسك في الميزان اللي انا ماشيه فين، انا بعمل ايه في الناس دول، فاهمه؟ حلو قوي. فبس احنا خلاص كده خلصنا الابيسود، اتبسطنا جدا مع حضرتك. ثانك يو، ميرسي قوي. حابه برضه منشن ان احنا الاثنين لابسين من ميتشا، حضرتك لابسه من ميتشا ذا ليبل، وانا لابسه من براند لوكال اسمه ستيتشز. صح. فثانك يو سو ماتش على وقت حضرتك، واستفدنا كتير جورجيس جدا. في ستيتشز وميتشا ليبل. طبعا انا يعني بحبه، فمش هقدر اقول حاجه غير لا هو باين. بس ثانك يو لوقت حضرتك. ثانك يو جدا يا ندى، وانا اتبسطت قوي. ثانك يو التيم، وبجد يعني انا عملت انترفيوز كتيره، بس ده كده في حته بيرسونال، ودي حاجه حلوه انك عارفه تطلعيها. ثانك يو.